طبعا خرج سعيد من جسم سيف وحس انه خلاص بيموت، وسقط على الارض في حالة صعبة جدا. يصحى سعيد من الغيبوبة اللي كان فيها، ويصحى مخضوض وهو في الشقة ومفيش حد غيره. بيبص حواليه، بيبص على ياسمين بنته، اول حاجة جت في باله ملهاش موجود على السرير. اتخض، مش عارف ياسمين راحت فين. بدأ يبص الناحية التانية لقى صخر وهو مرمي على الارض وبينزف. راح عليه وبدأ يحضنه وهو بيبكي وفي حرقة شديدة جدا من صخر صاحبه الوحيد وصديقه اللي واقف معاه وبيساعده، وهو بينزف مش عارف يعمل له حاجة، مش قادر يساعده، مش عارف يعمل ايه. بيبكي سعيد وبيبكي بحرقة على صخر وعلى صديقه اللي بيروح منه ومش عارف يتصرف ازاي ويساعده ازاي. ويفتكر سعيد المصايب اللي بيتعرض لها والموقف اللي هو فيه، ياسمين بنته اللي بيحصل لها واختفائها. يا ترى هي فاقت وقامت من مكانها ولا حد تاني خدها، ولا زوجته اللي موجودة في بيت صاحبه وبتخونه مع صاحبه هناك، ولا يوسف ابنه اللي على الحدود. افتكر يوسف اللي سايبه ومش عارف بيحصل معاه ايه دلوقتي. كان بيتمنى سعيد انه كان مات ولا انه يشوف اللي بيحصل له ويحصل لعيلته ده. قرر سعيد انه لازم يتحرك فورا، لازم يروح يلحق يوسف ابنه. وغمض عينيه وركز وساب صخره وهو بينزف في دمه، وراح اتنقل على الحدود للمكان اللي فيه يوسف ابنه. يوصل سعيد للمكان اللي فيه يوسف على الحدود ويدخل، يلاقي عربيات الشرطة والعربيات بتاعت الخاصة بالجيش والشرطة موجودين وبيجمعوا الكراتين كلها وبيشيلوها، ويوسف مربوط وتحط في عربية وبدأت العربيات تتحرك. بدأ سعيد يفكر يتصرف ازاي، لازم يعمل اي حل، عايز يخلص يوسف ابنه فعلا مظلوم، مش عارف يتصرف ازاي ويعمل ايه. كل اللي فكر فيه سعيد انه يحاول انه يعطل العربيات دي، يحاول يعمل اي حاجة عشان يخلص يوسف منهم. سعيد فكر في خطة وفكر انه ينفذها وبأسرع وقت. ليه عربية يوسف كانت اخر عربية موجودة ماشية لوحدها، وبقية العربيات الخاصة بالشرطة والجيش ماشية قدامها. بدأ يفكر ان هو يتحكم في المواد الخاصة بالبطاريات، مادة حمض الكبريتيك اللي للصدفة ان المادة دي اللي هو خارج منها اصلا. بدأ يفكر انه يتحكم في المية ودرجة غليانها اللي موجودة في الراديتير اللي في كل عربية. بدأ كمان سعيد يفكر في انه يرفع درجة الغليان للبنزين الموجود في تنكات العربيات دي، وبالفعل استخدم كل القوة اللي موجودة عنده وبدأ يتحكم فيها عشان يرفع درجة غليانها لدرجة قصوى جدا. فبدأت العربيات تتبرجل ويحصل فيها لخبطة وتعطل. عطلت العربيات اللي قدام، فالعربية اللي فيها يوسف اللي هي اخر واحدة، طبعا هو ما تعرضش للعربية دي لان يوسف ابنه فيها وسابها لوحدها. وبدأت الناس تنزل وافراد الشرطة والجيش ينزلوا يبصوا على العربيات دي ويشوفوا اللي بيحصل فيها ايه، وبيفتحوا التنكات وبيفتحوا كبوت العربية عشان يشوفوا اللي بيحصل. وللصدفة كان في واحد من افراد الشرطة مولع سيجارة، النار بتاعتها باينة من السيجارة بتاعتها. سعيد استخدم موجة هواء علشان يحرك النار اللي من السيجارة دي يوديها على بخار البنزين اللي خارج من التانك، عشان الانفجار يحصل وتنفجر العربيات وينفجر كام عربية كلهم قصاد بعض، تعمل برجلة جامدة جدا في كل العربيات اللي موجودة في الصف اللي قدام عربية يوسف. ينزلوا أفراد الشرطة اللي مع يوسف عشان يجروا على أصدقائهم عشان يشوفوا في إيه. للأسف وللحظ السيء ليوسف بأن في فردين من أفراد العصابة اللي كانت معاه أو من أفراد الشركة بتاعت الأدوية اللي كانت مع يوسف كانوا موجودين وماشيين وراهم من بعيد. جريوا على العربية وركبوا فيها اللي فيها يوسف وخدوها وطلعوا. طبعا سعيد مش عارف يعمل ايه وبيحاول ينقذ ابنه، ولكن للأسف ظهر له اللي ما كانش يتخيله ولا يتوقعه. جريوا بالعربية وهو رايح وراهم بدأت تظهر صور في ذهنه، حد بينده عليه، صوت ضحكة مراته بدأ يظهر في ذهنه، بدأ يلاقي صوت عبسي بيقول له يا سعيد، بينده عليه. سعيد بيحاول يركز مع يوسف ويركز مع العربية اللي خاطفة يوسف ابنه وهم مغميين عينه. يوسف سمع صوتهم وهم بيقولوا احنا بقى مش هينفع نعمل اي حاجة، كل حاجة باظت وما عندناش حل غير ان احنا نوديه المهران دلوقتي في المصنع. فيوسف وهو بيكلم مصنع ايه؟ انتوا مين؟ نزلوا، انتوا مش الشرطة، انتوا مين؟ ايه اللي حصل وايه الانفجار اللي بيحصل ده؟ طبعا الناس ما بتردش عليه، وسعيد رايح وراهم عشان يعرفوا هم رايحين فين. وسمع الاصوات اللي بتدور في ذهنه تاني، هي اصوات ضحكة زوجته وهي بتتكلم مع مكرم. الاصوات دي جايه منين؟ لحد ما يلاقي الصوت ده صوت عبسي النسناس، وبيقول له سعيد سيبهم يا سعيد، سيب يوسف وتعالى، انا عارف هم رايحين فين، تعالى لان انا محتاجك عندي باي شكل. عشان سعيد يركز تاني ويتحول يلاقي نفسه اتنقل للمكان اللي فيه عبسي واللي موجود فيه زوجته لطيفة ومكرم صديقه في شقة مكرم. اول ما وصل سعيد وشاف عبسي النسناس لقيه قاعد على البلكونة بره عند شقة مكرم بيراقب المشهد من بعيد. ولسه سعيد هيتكلم عشان عبسي النسناس يقول له ما تخافش، مراتك ما عملتش اي حاجة،
مراتك بعدته عنها وما فرطتش في شرفها ابدا وحافظت عليك وبالفعل لسه بتحبك يا سعيد. انت ما تعرفش اللي حصل ولا الصورة اللي كانت غايبة عنك، انا شفته وعرفت كل حاجة. سعيد بيسأل عبس النسناس بيقول له انت عرفت منين؟ عشان عبس النسناس يمد ايده ويقرب ايده من جسم سعيد، ومجرد ما يحط ايده على جسم سعيد يبدأ سعيد يشوف المشهد اللي حصل بعينين عبسي. يلاقي اخر حاجة قبل ما يمشي لما مكرم كان بيحاول يقرب منها ويحاول يمد ايده عليها، اتفاجئ بان زوجته بتبعد مكرم عنها وبتزقه بعيد وبتقول له لا ابعد عني، انا مش هقدر اعمل كده، انا مش هقدر اعمل ده واخون زوجي حتى لو متوفي. يرفع عبسي ايده من على وش سعيد عشان سعيد يخرج تاني ويرجع للمشهد ويرجع للمكان اللي كان فيه، ويبدأ يحس بالندم، يبدأ يحس انه زعلان انه شك في زوجته، يبدأ يبكي زعلان ان هو شك فيها وان هي بتخونه وانه شافها بالصورة دي. بدأ يحس بحزن شديد اللي بيتعرض له مع عيلته ومش عارف يعمل ايه، ودلوقتي هو في حيرة من امره، الحيرة بتزيد معاه. ياسمين بنته مش عارف راحت فين، ولا يوسف ابنه راح فين وبيحصل معاه ايه، ولا زوجته. يقطع المشهد تصرف مكرم مع زوجته لطيفة وهو بيعتذر لها وبيتأسف لها على انه حاول ان هو يقرب منها او يستغلها، ويبلغها بالكلام بقى الحنين ان هو بيخاف عليها وخايف على اولادها وخايف على ميراثها وانه عايز يستثمر لها ميراثها وانه يحافظ عليها ويساعدها. بدأ سعيد يراقب المشهد هو وعبسي، وبدأ يلاحظوا ان مكرم دخل اوضة مكتبه وخرج ومعاه عقود بيركز فيها سعيد، لقى مكتوب عقود عن تنازل عن املاك. سعيد فهم مكرم عايز يعمل ايه، بدأ يراقب المشهد، لقي مكرم جاي وجايب العقود وجايب قلم حبر وبيديه للطيفة وبيكتب بيفهمها وبيوضح لها انها لازم تتنازل له عن الاملاك دي عشان يقدر انه يستغلها ويستثمرها عشان خاطرهم. لطيفة ما تعرفش اي حاجة من اللي بتحصل لاولادها، لطيفة ساذجة جدا، وعبسي واقف بيراقب المشهد وقال له انا مش عارف انت كنت متجوز الهبلة دي ازاي. طبعا سعيد قال له النصيب. بدأ سعيد يراقب المشهد ومش عايز يتصرف، عايز يلحق او ينقذ ما يمكن انقاذه. لطيفة بتاخد القلم ولسه هتكتب، سعيد كل اللي عرف يعمله انه يجمد الحبر اللي جوه القلم اللي هي بتكتب فيه. بتحاول لطيفة تكتب، القلم ما بيكتبش. دخل مكرم يجيب قلم تاني وخرج ويديه لطيفة تاخد القلم وتحاول تكتب، القلم مش بيكتب خالص. كل ده سعيد بيجمد القلم في ايديها، وفجأة لطيفة بتقول له هو مال القلم بقى متلج كده ليه والجو بدأ يبرد ليه كده. مكرم حس ان في حاجة غلط، بيبص حواليه ويبص ناحية الشباك وحس ان في حاجة مش مظبوطة. بدأ يروح ناحية الشباك عشان فجأة عبسي يقول له سعيد اختفي بسرعة، روح في اي مكان مهم سعيد مكرم ما يشوفكش. فسعيد بيقول له يشوفني ازاي؟ قال له اعمل بس اللي بقول لك عليه واختفي، حاول تتصرف انه ما يشوفكش.